صباحكم فل. النهاردة هحكي لكم قصة صغيرة. القصة دي بتاعت بنوتة شطورة مجتهدة، كان كل أملها إنها تتجوز واحد مسلم دخل الإسلام بإرادته فقط، أجنبي ويكون مسلم. هو اللي اختار طريقه، مش اتفرض عليه من أهله أو من المجتمع. البنوتة دي كان كل ما حد يسألها من زمايلها في الجامعة تقول لهم أنا مش هتجوز غير أجنبي. البنوتة دي كان حلمها صغير، كان حلمها بس إنها تعيش مبسوطة وفي سلام وسعيدة، لا كان بيهمها مركز ولا جاه ولا فلوس ولا كان عندها خطط. كانت خططها كلها إنها تعيش سعيدة. البنوتة دي حققت حلمها. البنوتة دي الشطورة اللي كانت مجتهدة دايما، ما كانتش مركزة غير في دراستها وما كانتش مركزة غير في طريقها اللي هي عايزاه. نجحت وحققت اللي هي عايزاه. البنوتة دي كانت أنا. البنوتة دي بتحمد ربنا على كل شيء. مش لازم نكون أحلامنا كبيرة، ممكن تكون أحلامنا صغيرة بس نعرف نحققها ونوصل لها. السعادة ان انت تعيش راضي وقنوع باللي ربنا قسمهولك واللي انت حققته بتعبك وبشقاك. صباحكم فل. كل واحد يحط هدف صغير ويحققه كل يوم، كل اسبوع، كل شهر، كل سنة، هيحس بالسعادة. رشا أمين.